التجاعيد والكلف، وصفة من عهد الجدات. عندنا بيض السمان. شفتوا هاد النقيطات اللي كتيكونوا في البيضة هادي، يعني كأنها نقاط الكلف اللي تيكونوا في الوجه أو النمش. يعني هاد الوصفة كدار لهاد الخصوص، بهاد الخصوص هذا، يعني كتحيد الكلف والنمش والتجاعيد دقة بطلة. يعني داوموا عليها 2 خطرات في السيمانة. كديروا معها دقيق الشعير. الجدات ديالنا كانوا يديروها بدقيق الشعير، ولكن دابا اللي ما عندوش دقيق الشعير او لم توفر ليكش ديك الساعه فاش بغيتي ديري الوصفه بدقيق الشعير، غادي ديريها بالنشا. كناخذوا واحد المعلقه صغيره ديال دقيق الشعير وبيضه وحده ديال السمان، كتخلطي مزيان. انا غادي نخلط حيت دابا ردات يمكن الشعير